السلامة، مرحبا بكم في حلقة جديدة من نفركو الرمانة. واليوم باش نفركو مع بعضنا رمانة السماء الزرقاء. اكيد احنا الكلنا كي كنا صغار في طفولتنا السعيدة سألناه سؤال واحد كبير في العمر وقلنا له اخي علاش السماء زرقاء؟ اخي هو جاوبنا جواب عبقري، قال لنا السماء زرقاء على خاطر تو سامبلومون البحر الازرق ينعكس على السماء تولي سماء زرقاء. ريلي للاسف الشديد كما يقول صاحبنا الفرنساوي trop beau pour être vrai، ماهوش صحيح. it's no. ما عادش تحكيو اللي يجي للصغار. تبدا حكايتنا يا سيدك يا بن سيدك من مع صاحبنا نيوتن تاع التفاحه. تفكرتوا نيوتن هذا نهار من نهارات كان قاعد قال لك انا كي ناخذ ضوء ابيض ونعديه على بريزم عرفتوه بريزم، كي نعديه على بريزم شنو باش يصير؟ خذا الضوء الابيض وعديه على البريزم ولقى ان الضوء الابيض هذاك خرج برشا الوان اللي هما الالوان نتاع قوس قزح، الوان تمشي من الاحمر للاصفر حتى للنوصلو للازرق والبنفسجي. دونك نستنتجوا من الاكسبيريونس اللي عملها صاحبنا نيوتن اللي الضوء الابيض متكون من برشا الوان اللي هما جينيرالمون 7 الوان، الالوان اللي موجوده في قوس قزح. لازمنا نعرفوا اللي الالوان هذوما عندهم لونغور دوند. كي نحكيو على الالوان الكل مجتمعين مع بعضهم نسميوهم سبيكتر دو لا لوميير، وكل لون في السبيكتر هذايا عنده لونغور دوند او بما يسمى باللغه العربيه بطول الموجه. نجيو نرجعوا للشمس. الشمس بيضاء وتخرج لنا ضوء ابيض. الضوء الابيض هذاك باش يخرج باش تعرضوا الغلاف الجوي. الغلاف الجوي متكون من برشا جزيئات. كي باش تعرض الضوء الابيض باش يعرضوه الجزيئات، يا باش يقع امتصاصه يا باش يقع انعكاسه. هذا شنو يصير مع اي ضوء وقت اللي يعرضه جسم. بويسك الضوء الابيض متكون برشا الوان، فما الوان باش يقع امتصاصها وفما جزيئات باش يقع انعكاسها. حالة الهواء باش يمتص الالوان اللي عندها طول موجة كبير وباش يعكس الالوان اللي عندها طول موجة قصير. في حالتنا نحن الازرق والبنفسجي هما الالوان اللي عندهم طول موجة قصير، وهما الالوان اللي باش ينعكسوا، وبقية الالوان باش يمتصهم الغلاف الجوي. هذاك علاش احنا نراو السماء زرقاء. برافو لبنى، برافو. باهي يا لبنى، فهمنا اللي السماء زرقاء. اما في بالك اللي السماء زاده كانت تقوم بكري انت ترى السماء صفرة الصباح وعاتي على البرتقالي، حتى مع المغرب في غروب الشمس تبدا صفرة على حمراء على برتقالية. اي في بالي ريتا في بالي. هذا عنده تفسير. تعرفوا انتم اللي الارض تدور على الشمس، يعني البوزيشن نتاع الشمس بارابور للارض والا بالعكس بوزيشن تاع الارض بارابور للشمس باش تتبدل بما يبدل التراجيكتوار نتاع الضوء اللي جاي للارض. وكي يتبدل مسار الضوء اللي جاي للارض باش يتعدى بطبقه جويه اخشن، وباش تولي الطبقه الجويه هذيا تعكس زاده الالوان اللي عندها طول موجه اطول من الازرق والبنفسجي اللي هما الاحمر والاصفر. هذاك علاش وقت الغروب ووقت الشروق نراو الشمس برتقاليه وحمراء وصفراء والوانها تتبدل. جيسبر نكون فدتكم وتكون المعلومه مفيده متاع اليوم، ونتلاقاو ان شاء الله في حلقه جديده من تفريكه رمانه جديده. يلا بيسو.